بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وبصحة وسلام. النهاردة بقى جاية لكم فيديو جديد، فيديو يهم كل واحدة ست في البيت عايزة تعتمد على نفسها وتصلح حاجتها بنفسها من غير ما تتعطل. بصوا بقى، المشكلة دي طبعا بتواجه أي ست بيت، هو الحوض اللي بيتسد وبتكوني لسه غسلاه وبيبقى بالمنظر ده. الحل بقى معانا في ايه؟ بدل ما نروح نجيب صنايعي ونكلف نفسنا ونستناه وكده، بصي بقى الحل معانا في الشماعة الحلوة دي. الشماعة دي شماعة حديد، يعني ممكن تلاقيها عند أي حد، هتجيبيها أو تجيبي حتة حديدة زي ديت. أو ممكن تروحي عند الحداد بيبقى عنده إحبال من الحديد ده. تمام. طيب انا ما عنديش احبال من الحديد ده، هعمل ايه؟ عندي الشماعه دي. الشماعه دي هتحل لي ازمه كبيره جدا جدا جدا. طيب هعمل ايه؟ هفكها زي ما انت شايفه كده، هفكها ومنها هي دي اللي هتسلك لي الحوض بتاعي. بصي فكي كده زي معايا كده، عندك كماشه، عندك بنسة، عندك مفك، اشتغلي بيه، عندك ايدك اتصرفي، المهم تفكيها. خلاص. علشان نعمل منها حديدة عاملة زي السنارة اللي بتبقى مع السباك وبيسلك بيها الحوض، بيسلك بيها البلاعة وبيسلك بيها كل حاجة. بدل ما اروح اتصل بالسباك واقول له تعالى سلك لي الحوض وياخد مني مبلغ وقدره ويدوخني، وممكن اما يجي يبوظ لي حاجة تانية، وممكن يبقى عنده ضمير ويخلص لي حاجة بسرعة. لكن مفيش دلوقتي حد عنده ضمير غير إلا من رحم ربي زي ما بيقولوا كده. الحمد لله. بصي كده أنا فردت الشماعة خلاص، وطولت الحديدة كده بالمنظر ده، وعملت السن بتاعها من تحت عامل زي السنارة، سن صغير كده. بصي معايا اهو. أنا طبعا كنت عاملة واحدة قبل الفيديو علشان كنت أجربها مع نفسي، علشان لما زي ما بيقولوا كده التجربة تنجح أوريها لكم، ويبقى أنا إيه استفدت، يعني أنا أخدت ثواب اللي أنا عرفتكم الطريقة دي وانتوا كمان استفدتوا مني. بصي ده السن اللي هيسلك لي كل حاجة. تعالي كده حبيبتي اوريكي بقى هنسلك ازاي الحوض بالشماعة الحديد دي. ادي ده الحوض بتاعي. طبعا انا استنيت لما المية نزلت، وطبعا المية كانت بتبهدل لي الدنيا، وكل ما اغسل الحوض المية علشان بيبقى فيها مطرح، مثلا ما الواحد بيغسل ايده مطرح تراب مطرح حاجة، تروح موسخة لي الحوض تاني. طيب وتخلي منظر الحوض بالمنظر ده مش نضيف. طب انا كده حاجة افك الغطا بتاع الصرف بتاع الحوض اللي فوق ده كده. طبعًا أنا جيت أفُكُّه لقيته جامد أوي، فهنعمل إيه، ممكن أجيب مفك، ممكن أجيب كماشة، ممكن أجيب بقى حتّة وأمسكها أوي كده عشان ما تتزحلقش من إيدي، لإن طبعًا الحاجات دي بتبقى معدن وأنتِ إيدِك بتبقى مبلولة، فممكن إيه بتبقي مش مسيطرة عليها كويس. هاجيب حتّة ناشفة وأبتدي إن أنا إيه أحاول أفُك بالراحة كده عشان ما أكسرهاش. فكيت الغطا أهو والحمد لله ربنا يسّر، كده بقى الدنيا معايا بقت إيه أسهل بكتير أوي. هاعمل إيه بقى، هاجيب السنارة بتاعتي دي اللي أنا عملتها، أنا ما أعرفش هُم السباكين بيسموها إيه بس أنا بصراحة حاساها عاملة زي السنارة. فأنا هاجيبها وابتدي إن أنا أنزّلها تحت في الحوض. الحوض عندي متقسّم ل3 أجزاء من جوّه، شايفين ديّة متقسّم ل3 أجزاء، فأنا هانزّل الحديدة دي في كل جزء من ال3 دُولة، بحيث أطلّع أي حاجة جوّه سادة. ممكن بيبقى رواسب، ممكن يبقى شعر، ممكن يبقى حاجات كتير. فأنا هابتدي إن أنا أطلّع واحدة واحدة. بُصّي هتبتدي بقى كل شوية تنزّليه وتطلّعي، تنزّلي وتطلّعي، هتلاقي بقى كمية ترسبات موجودة جوّه الحوض. بُصّي شايفة دي؟ ده في أكبر من كده، فطبعًا ليها حق المَيّة إن هي ما تنزلش، حتى لو سلّكتِ الحوض بالسلّاكة أو حطيتِ له بقى اللي هو بيكربونات وخل وخل ليمون وملح والكلام ده كلّه، مش هيعمل معاكِ، لازم تسلّكيه بالطريقة ديّة. لإن أنا جرّبت الحاجات دي قبل ما أعمل الطريقة دي، جرّبت السلّاكة وجرّبت ملح وجرّبت الخل وجرّبت البيكربونات والحاجات دي ما نفعتش بصراحة خالص. بُصّي، بُصّي، بُصّي اللي طالع منه
هتجيبي بقى كيس جنبك زي ده كده، وتروحي لما فيه كل الرواسب والمترسبات والتراكمات ديت في الكيس، خلاص، علشان الحوض يسلك، لان الحاجات دي هي اللي بتبقى سادة المية. بصي دي كده حاجات اهي، حتى انا نورتلك الكشافة عشان تشوفي. بصي بصي هيطلع منها ايه. بصي انا طبعا ماسكة بالكيس، بصي كل ده هيطلع بقى، تطلعي بصي كل ده طلع من الحوض. فليه حق يعني انتي، يعني ممكن الحوض ده يقعد مثلا فترة سنة سنتين عقبال ما تعملي الحركة ديت. وطبعا حسب استخدامك، يعني بلاش تسرحي، حد يسرح شعره في الحمام لان ده بيسد البلعات وبيسد الحوض. بلاش ترموا حاجات في الاحواض والحاجات ديت، يعني نضفي الحاجة قبل ما ترميها في الحوض. تمام كده خلاص اهي سلكت معايا، وانا جربتها نزلت شوية مية من الحنفية لقيتها نزلت على طول. فكده ايه، وطلعت يعني حطيت الحديدة ديت او السنارة ديت كذا مرة وطلعتها لقيتها فاضية، فكده عرفت ان الحوض ايه نضف واتسلك. هبتدي بقى اللي انا اربط الغطا زي ما كان اهو، وبعد ما اربطه هجرب تاني برضو عشان اتأكد ان الحوض سلك تماما و ما يقفش معايا تاني، والمية ما تقعدش في الحوض تاني. بصي المية سلكت اهي ما شاء الله اهو. الحمد لله الحمد لله يا رب، احمدك يا رب. لازم الواحدة تعتمد كده على نفسها، كل ست تعتمد على نفسها مادام مفيش حد ايه بيساعدها، او مفيش حد هيقف معاها مع الصنايعي، مفيش راجل معاها يعني. فلازم الواحدة، الدنيا مش هتقف يا جماعة. لازم تتعودي تسليكي انت بقى امورك، مش تسليكي الحوض، تسليكي امورك وتعرفي تتصرفي في الحاجات اللي زي كده. اهو انا بنزل مية تاني اهي، ودي كانت مية كتير فقلت هشوف هتاخد قد ايه. نزلت الحمد لله برضو. فكده الحوض معايا سلك، هبتدي بقى ان انا انضفه واخليه زي الفل. وممكن بقى ساعتها بعد ما تنضفيه كده ممكن ترمي فيه شوية بقى ملح، شوية خل مع بيكربونات. ممكن كمان ترمي فيه شوية ملح ليمون وتنزلي عليه مية سخنة. ليه بقى؟ ده مش هيسلك، ده هينضف، يعني هينضف ويطهر الحوض بس يعني، لكن انتي سلكتيه خلاص. كده تمام، وغسلته وخليته زي الفل اهو. بقولكوا كده تمام والحمد لله يا رب. اهو بقى زي الفل والمية بتنزل، وهنزلك حبة كمان. بصي المية بقت جميلة كده يا جماعة. يا رب كده كل من استفاد معايا يحط لي لايك وتدعونا دعوة حلوة كده، واكتبي لي كومنت حلو ان انت استفدتي من الفيديو ولا لأ. وتابعيني في القناة واعملي اشتراك ونورتوني في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله وفكرة جديدة مع الفيديوهات اللي انا بنزلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.